السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتذار للجزائر بسبب مخلفات الحقبة الاستعمارية، لكنه يأمل في الترحيب بنظيره عبد المجيد في فرنسا عام 2023 لمواصلة مشروع المصالحة بين البلدين. وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية في حوار مطول أجرته معه صحيفة لوبوان على أن الحرب بين المغرب والجزائر مستبعدة، بالنظر إلى ما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية من تهديدات على المنظم الدولي، مبرزا أنه لا يمكن تصور نشوب نزاع مسلح في منطقة المغرب الكبير. كما دعا إيمانويل ماكرون إلى تهدئة التوترات بين الجزائر والمغرب، القوتين المتنافستين في المنطقة، وقال إنه لا يؤمن بحرب بين هؤلاء الجيران، مشيرا إلى أن التكهنات لدى البعض والخيال لدى الآخرين، وحتى إرادة الحرب لدى البعض. وبالنسبة لباريس، يورد ماكرون فإن الاستقرار في شمال إفريقيا مهم وضروري، مستبعدا أن تنشب حرب بين النظامين المغربي والجزائري.